تصرفات ممكن تعمليها بحسن نية بس بتخلي الراجل يتكبر عليك، وده بدون ما تاخدي بالك. تعالي نشوف التصرفات دي. أول تصرف، اهتمامك المبالغ فيه ليه، يعني كل شوية رسائل واتصالات والحاجات دي، وكل 5 دقايق اتصال. ده هيخليه يفكر بإنك مشغولة بيه طول الوقت، وهيعرف ساعتها إنك بين إيديه. يعني على سبيل المثال، لو قلت له وحشتني 5 مرات وهو ما ردش عليكي ولا مرة. التصرف التاني، لما تتنازلي دايما، يعني لو كل مرة وكل موقف انت اللي بتتأسفي على حاجات انت ما عملتهاش، او بتغيري كل خططك علشان احس وقتها انك مالكيش اي حد، او شخصيتك هنا ضعيفة. يعني مثلا لو كنت بتخططي لنفسك انك تعملي لنفسك شيء مهم ليكي، ولغيتي الفكرة دي لمجرد انه قالك انه زهق. التصرف الثالث، لما تبقي خايفة على زعله طول الوقت، غلطان مش غلطان. يعني مثلا لو مردش عليكي، ما ينفعش ابدا انت اللي تقولي له هو انت زعلان مني، وتفضلي تكرري نفس السؤال على النمط ده. هيبقى شايفك ساعتها انك انسانة ضعيفة. التصرف الرابع، مش عارفة هنا قيمة نفسك. لو دايما بتحسسيه انه افضل منك في كل شيء، وانك انسانة محظوظة انه دخل حياتك، بالحاجات دي هيتكبر عليك، ده بدون اي كلام. يعني على سبيل المثال، لما تقولي له ان انا مش مصدقة نفسي ان واحد زيك عرفني او قابلني على كده، ليه بتقولي على نفسك كده؟ الفكرة هنا المقصودة بانك ما تكونيش انسانة متسلطة ولا متكبرة ولا انسانة واو ما حصلتيش، مش ده ابدا اللي انا اقصده. انما مهم جدا التوازن في العلاقة، اهتم بيه بس بدون مبالغة في الاهتمام، علشان ما تخليش اهتمامك ده تدفعي ثمنه بانه يكسرك. الحب الحقيقي لازم تبقي عارفة انه احترام متبادل، مش طرف بيجري ورا طرف. وشكرا.